أنا بقى عليا صينية بامية باللحمة المفرومة هتاكلوا صوابعكم وراها في منتهى السهولة، بس فيها شوية تريكات كده تخليها تتربى على أكبر سفرة وتفضلوا تاكلوا فيها وتنسوا كل الأصناف التانية. مش لازم قطع اللحمة الكبيرة في البامية علشان تدينا الروح الحلوة فيها، أهم حاجة تظبطوا الطبخة كويس وهتطلع من إيديكوا زي العسل. وكمان هنحضر جنبها رز بالشعرية مفلفل وبيلمع ومظبوط جدا، يعني سفرة كاملة متهيألي مفيش أحلى من كده. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنجهزها اللحمة المفرومة، حلة وفيها معلقتين كبار من السمنة مع معلقتين كبار من الزيت، وأول ما يسخنوا جدا هضيف بصلاية كبيرة تكون متقطعة حتت صغيرة. هفضل أقلب بقى في البصل لحد ما يدبل معايا. البامية والثوم في بينهم قصة حب كبيرة، هضيف كده راس توم كاملة مفرومة فرم ناعم وهفضل أقلب لحد ما ياخد لون ذهبي معايا. الثوم بيدي طعم حلو جدا وريحة حلوة جدا لصينية البامية. بعد كده هضيف ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة مش أكتر من كده، وهفضل أقلب لحد ما اللحمة تاخد لون معايا. هتبلها بعد كده بالملح، الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الكمون، الكزبره الجافه والسبع بهارات، مكعب واحد من المرقه ممكن تشيلوه، وقرن واحد من الفلفل الحامي متقطع حتت صغيره ممكن كمان تشيلوه. قلبت كويس قوي، ودلوقتي معايا شويه من الكزبره الخضراء مغسوله كويس جدا، هنستخدم الاوراق بس من غير العيدان. هفرم كده الكزبره بالسكينه واحطها على اللحمه واقلب كويس قوي. الكزبره الخضراء هتدي طعم وريحه حلوه جدا للباميه. هضيف بعد كده معلقه كبيره من معجون الطماطم واقلب، وهرجع اضيف 3 كوبايات ونص من عصير الطماطم الفريش، وهرجع اضيف برده معلقه كبيره من عصير الليمون واقلب كويس جدا. هسيب بقى كده عصير الطماطم مع اللحمه تتسبك تسبيكه واحده بس على النار. كده كويس جدا. انا هستخدم الباميه المجمده، هستخدم كيس واحد اللي هو 400 جرام، اهم حاجه بس تستخدموا نوع كويس جدا. وهسيب كده الباميه على النار تسبيكه واحده بس. الصينيه كنت حطها في الفرن، هرجع اضيف كده عليها الباميه. شوفوا بقى الصوص دوت، يا ريت ارجوكوا يعني ما ينشفش منكم في الفرن علشان طعمها يكون حلو وشكلها كمان يكون حلو، يعني ما تغيبوش كده الباميه في الفرن كتير. هغطيها كده بورق الالومنيوم وهتدخل الفرن درجه حراره متوسطه تلت ساعه بس مش اكتر من كده. على بال ما تطلع من الفرن هنحضر مع بعض الرز. حله فيها معلقه صغيره من السمنه مع معلقتين كبار من الزيت، الزيت بيخلي الرز بيلمع. بعد ما يسخنوا جدا هضيف نص كوبايه بس من الشعريه، وهفضل اقلب كده لحد ما الشعريه كلها تاخد لون واحد ذهبي كده بنفس الشكل ده. دلوقتي هضيف كوبايه واحده كبيره من الرز المصري المغسول ومتصفي. نص البيت هنا هياكل باميه بالعيش، فعشان كده هستخدم كوبايه واحده بس من الرز. قلبت كويس جدا عشان يبقى مفلفل معايا، وبعد كده هضيف مكعب واحد من المرقه ممكن تشيلوه، بس هو بيدي طعم حلو ولون كمان حلو جدا للرز. قلبت تقليبه، وبعد كده هضيف كوبايه وربع من الميه. الرز اللي انا هستخدمه هيستهلك مني ربع كوبايه زياده من الميه. حسيت كمان ان هو محتاج نص معلقه بس من الملح، فهضيف كده نص معلقه من الملح. وهسيب بقى كده الرز على النار لحد ما يتشرب على درجة حرارة متوسطة، وبعد كده أهدي النار لحد ما يستوي معايا بنفس الشكل ده. البامية خلاص كده بقت جاهزة معايا، شوفوا بقى شكلها جميل ازاي. هو دوت اللي أنا بقول لكم عليه، لازم يكون فيها صلصة أو يكون فيها صوص بنفس الشكل ده عشان شكلها يكون حلو وطعمها كمان يكون حلو. أنا زينت كده صينية بحلقات من الليمون مع قرن واحد من الفلفل الحامي، وبس كده خلاص بقت جاهزة. الرز كمان بقى جاهز معايا ومفلفل وطعمه حلو جدا جدا. يلا بينا بقى نجهز الأكلة بتاعتنا. قدمت معاها المخلل بيبقى طعمها حلو جدا، وانا هاكلها بالعيش. شوفوا بقى الباميه مظبوطه ازاي، الصوص حلو جدا، طعمها حلو جدا، وريحتها كمان حلوه قوي. لازم تجربوها بالطريقه ديت. وبس كده وصفه النهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون سهله وبسيطه عليكم. مستنيه رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله على خير. بالف هنا وشفا، وباي باي.